السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. عنده سؤال في أول الحلقة كده، هل لو إثيوبيا ما كانتش عملت سد النهضة وما كانتش منعت المية عننا، كنا هنودي دلوقتي في الفترة دي جيش للصومال عشان يحمي الصومال من إثيوبيا، ولا كان هيبقى الوضع مختلف شوية؟ هل ممكن وجود الجيش المصري في كذا جبهة كده يؤدي إن هو يضعف شوية أو يبقى مش قد المسؤولية؟ كل الإجابتين بتاع السؤالين دول. أول سؤال، اه احنا لو في دلوقتي مشكلة ما بين الصومال وأثيوبيا واحنا ما فيش مشكلة ما بيننا وما بين أثيوبيا، كنا هنودي برضو جيش هناك وهنقف نحمي، لأن احنا دولة أصلا من زمان دولة سلام، بنودي حفظ السلام لكل مكان. أولا كان في حرب ما بين الكويت والعراق ودينا جيش هناك، كان في حرب في اليمن ودينا جيش هناك، كان في حروب كتيرة في السودان ودينا جيش هناك، في حروب كتيرة وتنازعات كتيرة جوه أفريقيا، كونغو، افريقيا الوسطى، دول كتير جدا بنودي حفظ سلام وبيروحوا يأمنوا وبيقفوا وبنعمل حدود ما بين المجموعة دي وما بين المجموعة دي، والجيش المصري اللي دايما شايل هم المنطقة كلها، مش افريقيا بس، الشرق الاوسط كله. مصر من اول الدول اللي بتعمل الكلام ده، زي ما يكون في قرية مثلا فلاحين وكده، وتلاقي راجل كبير في القرية دي هو اللي بيروح يصلح ما بين العيلتين دول ويفكوا المشكلة دي، وهو يبقى هو الكبير بتاع القرية. برضه هنا مصر هي كبير القارة، والكلام ده المصريين لازم يكونوا متأكدين من ده كويس. اولا الجيش بتاعنا هو احنا، هو الشعب. احنا كنا في الجيش ودفعة بتسلم دفعة وجيل بيسلم جيل. يعني انا كنت في الجيش فترة 2017 ودخلت غير دفعة كتيرة واخويا دخل بالجيش برضو، وعندي عيلتي كتير دخلت الجيش، وانتوا اللي بيتفرجوا عليا منهم ناس في الجيش دلوقتي ومنهم ناس لسه هتدخل الجيش، فياريت ندعي لهم ان ربنا يوفقهم دايما ويقف معاهم، وطول ما احنا على حق احنا ما نخافش من اي حاجة. بالنسبة بقى لمحور فيلادلفيا فدي مشكلة وهتتحل مع الأيام، كده كده لازم تتحل، لأن في شاكين إن مصر مثلا يكون في دعم بيعدي منه بيروح لقادة حماس، بس أكيد الموضوع ده هيتكشف برضو إذا كان صح ولا غلط ومصادر العناوين دي. الحاجة التانية برضو ما بيننا وبين اثيوبيا ليل نهار عمالة تهدد، واخر تهديد عملته ان هم كانوا عاملين مؤتمر، وابا احمد قال ان هيتم عملية الملء الخامس للسد. طب هو اختار الوقت ده وقت غلط جدا، لان عنده القوات المصرية على الحدود بتاعته من الناحية التانية، وعلى الحدود بتاعته من الناحية دي في السودان. يعني انت دلوقتي محاصر من جيش وبرضه راكب دماغك وعايز تملى برضه السد الملء الخامس. دلوقتي لو اي حد من اي دولة فكر يعمل اي زعزعة هنا في المنطقة وعايز حرب تقوم فعلا، هيضرب صاروخ للسد والسد هينهار وهيغرق دولتين اتنين. دلوقتي لازم نتحكم عقلك في الوقت ده، لما يبقى عليك هجوم ما تهاجمش، انت اسحب الضغط الاول وبعد كده ابقى فكر في الرد. لكن تقريبا ان هو كده في لعب كتير قوي في الوزارات، لان حتة الملء الخامس ده هتأثر على اثيوبيا اكتر ما هتأثر على مصر، ومصر مش متضررة لانها خدت على 4 مرات قبل كده ملء، فعادي يعني بالنسبة لها لو مليته 100 مرة انتوا اللي هتأثر عليكم انتوا، وانتوا اللي هتغرقوا انتوا. رئيس الأركان المصري راح سينا وراح رفح ولف كتير وراح عند محور فيلادلفيا وتناه ماشي شوية كده ويتمشى شوية كده، وتفقد الجيش هناك وقعد عمل فطار مجمع هناك مع العساكر ومع الضباط ومع الصف الضباط. كان بيحصل معانا كده برضه في يوم من الأيام، والحمد لله خرجنا من الجيش من غير ما نعمل أي ندخل أي حروب أو نعمل أي نوش. فترتي كانت فترة هادية، بس كانت بس شوية إرهاب في سينا هنا. كنت بتمنى ان انا في يوم من الايام اشارك في الاسلحة المهمة زي الصاعقة، المظلات، القوات الخاصة، لكن ما حصلش نصيب ورحت سلاح تاني خالص. كله نصيب وكله مكتوب، وانا كان ليا زمايل ودفع راحت اماكن كويسة جدا. انا بالنسبة لي كويسة، بالنسبة لهم كانوا تعبانين، اللي هو حرس حدود واقف على حدود ليبيا، واقف على في حلاب وشلاتين، واقف في سينا ما بيننا وما بين السلك الشايك متر واحد بس.
شباب مصر لازم تكون واعية دلوقتي، والفترة دي تنسى بقى الشرب، وتنسى المخدرات، وتنسى الكلام الفاضي اللي هم بيدوروا عليه ده، ويفكروا دلوقتي ويركزوا يحموا أهلهم. مش مطلوب منكم انك تحموا أهلكم بس، والدك، والدتك، زوجتك، أختك، انت ليك بنات لازم تكون انت اللي بتحميهم. دول شرفك انت وعرضك انت. فلما كل واحد فينا يحمي بيته هتبص تلاقينا ان احنا بنحمي البلد. فانت مش هتحمي بيتك وتحمي حدود بيتك وتسيب البيت اللي جنب منك يولع. ما لو جنب بيتك مولع، بيتك برضو كمان هيولع. فلازم كل واحد فينا يحب مكانه ويحب بيته ويحب بلده، ووقتها بس هنقدر نقف في وش اي حد يعادينا. وانا شاب بقول لكم الكلام ده، ولازم تاخدوا كلامي ده بثقه، لان انا بكلم ناس من سني، واكيد كلامي هيوصل لهم سهل، لان احنا دماغ واحده وتفكير واحد. ويا ريت بلاش اي كلام سلبي على اي حكومه او على اي شعب او على اي حد. بلاش كلام سلبي خالص، ننسى بقى الكلام ده دلوقتي. نسيبنا بقى من السكر والزيت والجنيه بكام والدولار بكام، ونفكر في حاجه واحده دلوقتي، ان احنا نقف ايدينا في ايدين بعض عشان نحمي البلد دي. بلدنا لو خربت هتبقى زيها زي سوريا وزي ليبيا وزي اليمن. وقسما بالله وقسما بالله، انا جالي تعليق من ناس في اليمن. مش هقول لكم مفردات التعليق كانت ايه بالظبط، بس الناس حالتها صعبة. الناس وصلت انها بتنام في الشوارع، ان هم مش لاقيين سكن يسكنوا فيه ولا لاقيين اكل ياكلوه. فاحموا بلدكم، احموا بلدكم. انت لو عندك بيت ملك وجعان، محدش هيجي يخبط عليك يطردك منه. وفي نهاية الفيديو شكرا اللي كملوا معايا لحد دلوقتي، وانتظر منكم انتوا تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وصلوا على النبي في الكومنتات. بس اهم حاجة ما ننسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب اشوفكم تاني على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.